السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم يوم مختلف ومميز جدا 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 كالعادة. هنطلع النهاردة رحلة صيد مع الحاج ابو طارق. هحاول ان انا اصطاد يعني على قد ما اقدر، هحاول ان انا اعمل ده ونشوف الناس دي عايشة الحياة دي. احنا مش هنقول حياة بسيطة، لان انا بتهيالي او في وجهة نظري انا شخصيا ان هم عيشتهم افضل مننا بكتير. فتعالوا بقى معايا نروح نعيش، نجرب اليوم ده ونقضيه معاهم. يلا تعالوا نقول صباح الخير. صباح النور. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اليوم بقى بتاعك انت بتقضيه ازاي بقى؟ زي ما حضرتك شايفه كده بنشتغل بالغزل، اه والسمك اللي معانا ولادنا بيروحوا يبيعوه في السوق ويجيبوا لنا خبراتنا ويجوا. بس كده؟ اه طب وبتصحى امتى بقى؟ ممكن الساعة 5 5 الساعة الفجر؟ 7. اه وقت ما يكون في رزق بنشغلين، في وقت البحر ما بيبقى فيه سمك بنقوم وقت ما احنا عايزين بنقوم. طب وهي الموسم ليه موسم معين بقى السمك؟ الموسم في الشتاء. في الشتاء بس؟ اه لكن انما في الصيف كده؟ بسيط يعني مش يعني ممكن بس عشان ايه بنجيب رزقنا ورزق عيالنا وخلاص على كده. طب انا عايزاك بقى تعلمني النهارده ان انا اصطاد، ايه رايك؟ اعلمك حاضر. هتخليني ارمي الغزل؟ بقوم ارفع البطونسه بقى وارمي الغزل انتي. خلاص انا هطلع بقى معاكم. صباح الخير. تعالى يا عم عربي، تعالى يا عم عربي. عم عربي ده بقى ابونا وجدنا وكل حاجه هنا. عم عربي هو بردك صياد؟ اه عم عربي بردك يا جماعه صياد قديم يعني. هيصلي بقى، هيصلي الجمعه ويجي. ربنا معايا يا رب. انت بتقدف لورا كده بيها؟ ممكن نعمل كده، بس احنا معانا ناس على المركب خوفا على ارواحهم يعني حفاظا عليها من الهلاك. هقوم بقى وارمي الغزل وانت نرجع نكمل. هترمي الغزل بالشوز بتاعك ولا ايه؟ ما ينفعش؟ لا. طيب هنقلع الشوز يا جماعه. ايوه. الشراب لا يعني ما هو عادي بقى اهو. لازم؟ ليه؟ عشان تبقي صياده. ماشي هقوم كده وارجع تاني. عدوني بقى. هنشوف بقى هنعرف نطلع سمك ولا لا. اول يوم ليا في مهنه مختلفه. طب والشوائب ديت لازم نيجي جنبها عشان دوت في سمك، يعني السمك بيجي يتدرى في العش ده. بيقول ان العشب دوت اللي على وش الميه السمك بيبقى بيتدرى فيه. هو انت لما بتيجي تلمه بيبقى ليه عدله معينه؟ وبيتفرد برضه، بس هو مني يعني مش مصفي. مش ايه؟ مش مصفي، هو دلوقتي متكعبل كده. انا بسلكه وانا بفرده يعني وانا بفرد عشان تقصد يسهل عليك بعد كده وانت بتفرده يعني. برمي بعد كده على طول بقى. هو انت بتحط بشكل دايره الشبك؟ انا ملاحظه ان هو بيحط بشكل دائري يا جماعه عشان السمك يطوف في قلبه. طب انت بتخبط عشان السمك؟ كده عشان السمك يجري مع ايه كده. على فكره انا مش سامع صوت رجلي. خلاص اديني نص يوميه يعني. هو مش عاجبه الدق بتاعي. طب ما فيش حاجه نخبط بيها اسهل من كده؟ ما هو شباب دول عندك العدو. طول ما انت واقف بتدب برجلك كده. ولو معايا بقى جنزير بغنزر في الميه. الجنزير ده بيعمل زي صدى صوت. يعني الجنزير في قلب الميه تحت بيعمل زي صدى صوت. السمك بيخاف منه. معيش جنزير معايا عصايتين بخبط بيهم كده على المركب. زي المسحراتي. المسحرات معاه عشان يجري يخش في الشبك. عشان يجري يخش في الشبك. ما لقيتش حاجه نخبط بيها في خشبه اهي. بس اسهل من موضوع ان انت تقعد تدق دي. ما هي معايا جنزير، بس الجنزير ده مش نجيب حاجه نخبط بيها على المركب عشان اكيد بالرجل كده صعبه شويه.
سمك؟ ايه ده ما شاء الله. سمك اهو يا جماعه. ما شاء الله. انا بقى بحطه في العياشه دي كده عشان يفضل صاحي. يعني حاطينه في العياشه دي كده يفضل صاحي لحد اخر النهار. الميه توصل له يعني. بنشتغل زي كده ونحطه في العياشه دي بنعيش هنا كده. دي اسمها عياشه؟ بس بيبقى بعد ما زي ما هو شايفين كده بس ده نيلي. ايوه خلاص ما هنجيبه منين؟ اصل سمعت ان في ناس اللي هي بتبيع بره ديت بتغش يجيبوا مزارع ويحطوه في عياشات ويحطوه كده. احنا زي كده بنشغل في البحر زي كده ونعيشه، واخر النهار او مثلا بعد الصلاه الجماعه بيطلعوا بالحسن اللي معانا. العصايه عنده؟ اكسر هذا العصايه ده بقى يخش تاني اهو. سلام اجيب المركب دي كبق. دي كان هي سمك عرب. دي احسن من دي كانت. طب وتقريبا الرحله الصيد اللي هي على الصبح دي بتاخد وقت منك قد ايه؟ لا مش كله، انا ممكن مثلا اشتغل ساعه واطلع افطر واشرب الشاي وانزل تاني. يعني لا انا اقصد يعني اما بترمي الغزل وتلم. لا الم على طول، الغزل بفرده ربع ساعه والمه على طول تاني. يعني هو بيرميه ربع ساعه وتقريبا نشيله تاني. طب خلاص لو طلعت شاطره تشغلني معاك. ماشي تمام ماشي اتفقنا. هتم الغزل ولا لا او الغزل سيتم من الميه. بس انا بقى اللي هي واقفه مكاني. ادعوا لي بقى ان انا اعرف الم الغزل. اللي واقفه مكاني كده يعني الصياد بيقف مكاني كده، لكن انت واقفه مني بعيد عني. ما انا اول مره اطلع بردك على المركب، يعني انا اول مره اقف الوقفه دي فكويس. طب في ماسوره اهو معايا، ما ادينا حاجه نخبط بيها كده. لا مش نافع في حاجه خالص، مش نافع. عبدو تعال احنا هننقل هنا. تعالوا بقى معايا نروح مركب تاني. بص بقى كده. طب هيبقى انا بس خلي بالك. ايه المسامير؟ احنا كده عشان نخلي السمك يخش جوه الشبك او الغزل بقى. سبحان الله يا جماعه ان السمك كمان ليه مواسم، يعني يقولك في الشتاء بيبقى اكتر من الصيف. ماشيين؟ جبتوا سمك؟ جبنا سمك. انت بتخططي ما شاء الله للسمك. السمك هيطلع. طب سقفيله. انت حافظ بقى انت تحط ازاي وتلم ازاي؟ ايوه انا هجيبه. طب مش المفروض بيبقى فيه علامه على وش الميه بيه؟ علامه عشان الرمي ترفع على البر. انا بقى قدامك. طب انت بقى بيبقى كل واحد ليه مكان معين ولا؟ ايوه كل واحد صياد ليه حته بيشتغل فيها. لكن ما ينفعش تروح مكان تاني؟ لا هي معايا الرخصه اروح في اي حته. معايا الرخصه بتاعتي اروح في اي حته. بس انتوا بتشتروا خاطر بعض يعني. احنا كده هنشد الغزل بقى. بسم الله. اي سمكة يعني. ده ايه ده نوعها غريب دي. ده صدايا، دي اسمها صدايا اللي بتتخلل. والله سمك. بتشيلها من الغزل ولا بتسيبها؟ بسلكها انت بتصطاد بقى وترمي في الميه تاني؟ لا صغيره زي دي برميها. طب ليه؟ هي لوحدها بس مش تنفع. ما ممكن نطلع حاجه تاني. سمكه اهي. سلكتها اهي سلكتها من الغزل يعني يجي مني اهي. عندي 10 دقايق كده. عندي 10 دقايق وخلاص يلا.
العشاء ده ايه؟ العشاء ده قولها جنب العشاء كده لو خلاص بقى. ايه الجيب دي؟ ده انا بحسبها بوري ولا حاجه. لا ما تنطيش اهي. سمكه احنا بالجردة زي كده. الواناتها جميله ما شاء الله. اه والله ايه ده. اخبط هناخد جولة تانية كده ونشوف يمكن حظنا يبقى حلو المرة دي. الجو جميل بس احنا لو ما اصطادناش سمك النهارده اكيد مش هتنزلني معاك تاني. بس بالراحه عشان السمكه استنى. جايه بقى بالراحه. عشان دي جو كده عشان ايه السمكه بقى ايه؟ سمكة ايه يا جماعة؟ اطلعها؟ اه يعني مش هعرف ليه صغيرة انا. الحمد لله رضا. الحمد كده لله الحمد لله. نطلع بقى نقعد بقى نشرب كوبايه شاي ونطلع نصلي وبعد كده ننزل نكمل بقى تاني عشان البحر مني زايد السمكه قليله. اه البحر يعني عشان المية عالية عشان يعني. الميه عاليه اه. لكن الميه لما بتخس بيبقى في سمك كتير. اه. السمك بقى اللي بيطلع في العالي دوت بينزل تاني في ايه في قلب الميه لما الميه بتخس. امم لكن كده السمكه متبعزقه الجو حر والسمكه متبعزقه في البحر كله. تمام. شكرا قوي لحضرتك.